هارد لك ايه؟ هارد لك ايه؟ هي دي كوره. يقولوا حاجه غير كده يا ابن حمار، ما ينفعش يعني. كلنا بنلعب كوره يعني، مش قصه يعني. عندنا فيديو. يعني عشان انا من الفيديوهات اللي احنا قاعدين نعملها وكده، انا لقيت فيه جماهير كتير قوي مانشستر سيتي. انا ما كنتش متخيل يعني الصراحه يعني. وكمان ايه يعني، مش مجرد كده، انا ببقى قاعد في القهوه في ماتشات السيتي، بلاقي في ناس جنبي، يعني لما يبقى ماتش السيتي شغال وفي ماتش تاني شغال، الاقي الناس بتتخانق مع بتاع الكافيتيريا علشان يجيب ماتش السيتي. طبعا. انا دي ما كنتش متخيله ان هشوفها في يوم من الايام الصراحه. مع ان انا شايف اهو السيتي شغال وبيكسب، وجوارديولا بقاله كذا سنه، بس برضه انت يعني ده السيتي، يعني احنا عارفين مانشستر يونايتد، ليفربول، ارسنال، في مين تاني، تشيلسي طبعا، بس يعني ما فيش. فدي مفاجاه بالنسبه لي في موضوع مانشستر سيتي ده. هل تتوقع ان في يوم من الايام بيراميدز يبقى ليها جمهور؟ وانا برضه انا متوقع زيك. يعني ايه؟ طب انت كده لا. ايوه كده. طب لا ليه؟ يا شبه بعض قوي في مفيش حد فينا طب ما تقول انت، ما تقول، ما تخشش في عادي عادي، تعالى نتكلم اللي احنا الاثنين. نفسك بيراميدز كمشروع ينجح؟ انا عادي، ما عنديش حرج، وربنا يوفقه. ما كل الاهلاويه بيكرهوا بيراميدز لدرجه ان هم عاوزينهم يفشلوا. انا عاوز افهم ليه الدماغ. انا فاهم عشان الدماغ تركي آل الشيخ، بس هو خلاص يعني، وتركي آل الشيخ بقى حبيب الاهلي. ايوه. بس انا مش فاهم ليه العداوه مستمره لجماهير كتير قوي قوي من الاهلي. والله انا حاسس ان هي مبالغه، لانه انا رايي الشخصي انه اللي المفروض يخاف على نفسه من بيراميدز هو الزمالك مش الاهلي. ماشي، منطقي. انا بدات احس فعلا انه بيراميدز بدا يحط رجليه على الارض ويعمل قاعده من كل حاجه، للدرجه فعلا ان هو لا، الاهلي صالب حلو، الزمالك هو اللي عمال يخبط بقاله كذا سنه ما كانش. لا، ممكن بيراميدز في خلال 4-5 سنين يبقى هو دايما اللي هيد تو هيد مع الاهلي، والزمالك يطلع بره الحسبه دي. انا متوقعها الصراحه ان هو بيراميدز، يعني مش لازم متوقعها، بس هو هيبقى فيه ثلاثي عادي. هو احنا مش متعودين عليها، بس لكن هو هيبقى ثلاثه. يعني هيبقى مهدد للاثنين اذا كان اهلي او زمالك. يعني احنا بعد كده الاهلي والزمالك هيتخانقوا على الثاني، بس برضه الاول يعني فاهم، هيبقى حاجه ثلاثيه اول مره نشوفها في الدوري المصري يعني. بس نرجع تاني للنقطه اللي كنت عاوز اتكلم فيها، جماهير، حته ان ايه، جماهير الاهلي عامه، واعتقد يعني هي قليله قوي في الزمالك، اللي الاهلي شايف ان مشروع بتاع بيراميدز ده استحاله ينجح. يعني استحاله يبقى بيراميدز ليه جماهير. هي فكره تبدو ان هي خياليه، احنا عمرنا ما جربناها في الدوري المصري الصراحه، ان يبقى في فريق غير الاهلي والزمالك وغير اللي هي الفرق اللي احنا عارفينها، اتحاد اسماعيلي مصري وهكذا، ويبقى ليهم جماهير. يعني يبقى نادي خاص او نادي شركه ويبقى ليه جماهير، ديت غريبه. بس يعني من تفكيري، او انت لو يا عم ايه وسعت دماغك شويه، ما هي الجماهير بتيجي ازاي؟ ما هي الجماهير ديت هتيجي فتره من العمر 5 سنين ولا حاجه، نادي معين بياخد كل البطولات، نادي معين لامم لعيبه كتير بتلعب في منتخب مصر وبتجيب اجوان او بتجيب بطولات، يا عم بتلعب وبس. لعيبه كتير مهاريه مثلا، فبالتالي في جيل هيبقى طالع هيحب، لا انا عاوز اشجع الفريق ده اللي بياخد البطولات ده. فبالتالي مش بعيده خالص ان بيراميدز لو كملوا في ان هم بيبنوا فريق بس يحافظوا على اللعيبه، وهم يقدروا يعني يعملوا كده، يحافظوا على اللعيبه وكمان يدعموا زي ما بيعملوا الصراحه. انت مش هتيجي تعدل عليهم اللي هم بيعملوه، ما بيعملوا شغالين صح، وياخدوا 5 سنين جايين يبقوا على طول بينافسوا في البطولات. طبعا ياخدوا منهم يا عم 4 بطولات 5 بطولات في ال5 سنين دي. تتوقع ان ممكن يبقى ليهم جماهير؟ انا وشي زي ما انت بتقول، في جيل صغير بينشأ لسه بيتفرج على كوره. بيراميدز مثلا زي ما انت قلت خلال 5 سنين هيبقى عنده قاعده مشجعين مش بفلوس، مش ب 300 جنيه ولا مشجع رايح يتشجع نادي بيراميدز. لو تفتكر تيري هنري يقول لك ورطك في حب ارسنال وراح. بافل نيدفيد خلاك تحب يوفنتوس وراح. ما انا بقى عاوز اربط الكلام ده برضو باللي انا شفته اليومين دولت في مانشستر سيتي. انا ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام مانشستر سيتي يبقى ليها جماهير. انا يعني انت بالنسبه لك يعني، او بالنسبه للناس اللي هي الثلاثينات، تمام، هتفهم ان هو فعلا هي حاجه غريبه طبعا. لكن لو مثلا نزلنا الجيل مثلا عشرينات، في بدايه العشرينات، هيستغرب الكلام. يعني ليه بيستغرب؟ عشان هو بيتفرج على الكوره بقاله 10 سنين، شايف السيتي هو المتحكم في الدوري الانجليزي، فبالنسبه له انت زي بتقول كده
انت المفروض ده تربطها برضو او تخليها ايه بالمثل في الدوري المصري مع بيراميدز. طبعا هتيجي تقول لي ان السيتي كده كده كان نادي جماهيري، بس النادي الجماهيري ده في انجلترا، مش نادي جماهيري ده عندنا. طبعا يعني ده في انجلترا هو في نادي مدينه جماهيري مانشستر بس اصلا. يعني مثلا لو انت واحد انجليزي ماشي، انت فاهم ان السيتي ليه تاريخ ولا كده، لكن انت واحد هنا في مصر هتشجع النادي اللي هو ليه بروباجندا ليه بطولات ليه كده. فانا شايف ان الاثنين المثالين يعتبروا زي بعض يعني. طبعا لا، ومعلش احنا شفنا تجربه سابقه على مانشستر سيتي واكتملت تماما قدامنا دلوقتي تجربه تشيلسي. تشيلسي قبل 2004 كان نادي في الوطن العربي مجهول. أيوة يعني ممكن تعرفه ما كنتش تعرف غير زولا بس، يمكن ده بس عشان هو هناك. انما تشيلسي بعد 2004 بدانا احنا نلاحظ الظاهره دي، وبقى في جماهير فعلا والتيشيرتات دلوقتي بقى اي صنايعي بيلبس تيشيرت تشيلسي اصلا يعني. صح. بس جماهير وتيشيرتات لحد ما بقى روابط انديه ومشجعين ومواليد حواري لندن والكلام ده كله، فتجربه اكتملت تماما بقى نادي له تاريخ دلوقتي. بس هي النقطه اللي تخلي برضو الدماغ عندنا مش مستوعباها ان هي عمرها ما حصلت عندنا. فبالتالي انا لو اديتك مثال بالسيتي برضو هتلاقي فيه عوار، يعني انت ممكن ما يخشش دماغك حلو. مثال تشيلسي برضو مش هيخش دماغك حلو. بس كفكره ان احنا بنقول لك ايه، في جيل جديد طالع هيلاقي في فريق بياخد بطولات، بس طبعا الزاما ان بيراميدز ياخد بطولات يعني لكذا سنه ورا بعضها، ما تبقاش سنه كده وخلاص، ياخد بطولات بصفه مستمره. الجيل هتلاقي دوت اسمه ايه، بياخد بطولات في لعيبه حلوه الكلام ده كله، فهنشجعه. بالاضافه كمان ان مثلا ابويا بيشجع الاهلي وبيراميدز بيغلب الاهلي، يعني عادي الاطفال مش لازم بتسمع الكلام ده، بالعكس ده بيبقى فيه في مرحله معينه كده انا اشوف هو بيعمل ايه وانا لازم يبقى ليا راي لوحدي. انا لازم ابقى عندي شخصيه، فانا هشجع مين؟ انا هشجع بيراميدز. الناس كلها بتشجع اهلي وزمالك، طب انا بقى اشجع بيراميدز. ودوت موجود، كلنا مرينا بمرحله في حياتنا حاجه زي كده، فديت بتنعكس برضه في الكوره، وهتلاقي جماهير لبيراميدز في المستقبل. طب وبرضه جزء كبير مساهم في الشعبيه اللي بتتكون لبيراميدز دلوقتي. فكره ان هم يلموا النجوم موجودين معاهم في الفرق. ممكن معلش بكل بساطه ممكن لعيب مشجع يحب بيراميدز ويبقى بيراميدزاوي عشان بس بيحب ابراهيم عادل، بيحب ابراهيم عادل. صح. فهو ده هنا راجل ارتبط باللعيب ده اصلا، فانا شاف اللعيب ده في نادي بيراميدز فانا حبيت اتورطت في حب نادي بيراميدز وخلصت خلاص. اعتقد كلنا اساسا حبينا اي نادي عشان في لعيب معين ارتبطت بيه او في تيشيرت اشتريته، اول تيشيرت اشتريته فبالتالي شجعت. فكان في بس يعني في تجارب قبل كده الانديه شركات او مؤسسات خاصه عملت جماهير كانت عجباني قوي، مثلا تجربه المقص اللي هي خدت بالظبط. ماشي كمل. بس شركه حلوه شركه بورصه مالهاش علاقه باي حاجه، فريق كوره صعد درجه اولى توطين في الفيوم. صح. ففجاه بقى جمهور الفيوم كله رايح يتفرج على الدوري الممتاز في استاد الفيوم، ايام ما كان عندنا استاد فيوم وايام ما كان عندنا كوره بجماهير. فانت بتروح تشوف ماتشات هناك فعلا ماتشات جماهيريه، فرقه نادي فرقه شركه مالهاش دعوه باي حاجه. صح. المدينه كلها رايحه للفرقه دي بتشجعها ومنتميه ليها والدنيا تمام. ما هو ده بقى اللي خلاني اصلا افتح الكلام. فكره انا بالنسبه لي انا نفسي المشروع بتاع بيراميدز ده ينجح. عشان انا نفسي يبقى الاستثمار في الكوره في مصر يبقى ناجح. لو انت بتتمنى ان ما يبقاش فيه شركات، اعتقد ان احنا لازم نشجع المشروع بتاع بيراميدز ده، ان نشجع يبقى فيه مستثمرين ييجوا، وبعد كده نبقى بقى القوانين عندنا تتظبط او تتعدل بحيث ان ينفع مثلا اشتري نادي المنصوره طبعا. ينفع اشتري نادي طنطا، نادي بنها. فلازم في الاول يبقى في حاجه تنجح عشان بعد كده تشجع غيرك. فانت دلوقتي عندك بيراميدز اقرب واحد للنجاح، ممكن بعد كده انت تحط قوانين ان بيراميدز دوت لازم مثلا يلعب في بلد معينه، فبالتالي هيشتري الاستاد او يعني ايا كان الطريقه هيبقى خلاص البلد دي عارفه ان بيراميدز هي تبعها. زي اعتقد في المانيا كانت حاجه زي كده من فتره بعيده قوي، اللي هي ابتدت شركات وبعد كده الزموا ان الشركات ديت لازم تبقى تاخد انديه شعبيه. طبعا. قال لك طب احنا عاوزين نعلن على المنتج بتاعنا، قال لك عادي بس حط اسم البلد قبل المنتج بتاعك. فنفس الكلام بدل كده بيراميدز مثلا ياخد بنها يبقى اسمه بنها بيراميدز، مش هتنفع صح؟ اي حاجه، بس هي الفكره كلها ان انت يبقى ياخد الجيزه، يبقى في الجيزه ويبقى اسمه بيراميدز. يا عم كوكاكولا يعني ما يروحش يعمل نادي في القاهره ومقر الشركه في القاهره وملعب التدريب في القاهره والنادي في القاهره، ويروح يأجر ملعب في الصعيد عشان يروح مجموعه الصعيد اللي الصعود منها سهل فيرجع تاني يلعب في القاهره. احنا كده استفدنا ايه؟ صح. بيراميدز نفسه وكان الاسيوطي وكان في اسيوط، ولما كان الاسيوطي ماتشات الاهلي والزمالك هناك كانت بتبقى احتفاليه وجماهير اسيوط كلها كانت بتبقى موجوده. اشتريت النادي خليه ابقيه في مكانه على هويته، العب هناك، ضخ استثمارات هناك، هات لعيبه هناك،
خلاص انت كده بقيت يعني 7 8 سنين هنلاقي ناس كتير انديه كلها بقت خاصه، بس انديه كلها كل نادي بمحافظته، كل بالظبط، مشجع يا ريت. رايح يشجع نادي محافظته. بس لازم برضو ايه، مشروع استثماري ينجح، وبعد كده القوانين هتلاقيها اتظبطت وخدمت، وبدات انت تستفيد من النجاح دوت، اللي انت تعرف ايه توزعه بقى وتكبره وهكذا. بس احنا لسه قدامنا مسافه كبيره قوي قوي. لو انت عايز تعمل مشروع استثماري ناجح، فانت رقم واحد عايز تعملها مراقبه ماليه ولعب مالي نظيف. مالناش دعوه. ماشي خلاص كده. ما تسخنش. فبيراميدز يعني لا، طب ماشي على سيره التجارب دي معلش، يعني انا بشوف انجح تجربه مثلا في اخر 5 سنين لنادي جماهيري او شعبي كامل ابو علي في المصري. كامل ابو علي في المصري لا نقل فرقه المصري فعلا بعد الحاج سيد متولي. مشكله الحاج سيد متولي انه كان عامل زي فلورنتينو بريس كده في ريال مدريد، هو ما بيعملش اي حاجه غير علشان الصيت والجمهور. راجل خدم النادي طبعا سنين طويله، بس ما بيعملش حاجه غير علشان الجمهور، صفقات جماهيريه، مدربين جماهيريين، الجمهور في المدرج يزوم على المدرب يمشيه. الله يرحمه توفى، النادي خبط شويه لحد ما جالهم كامل ابو علي. او كامل ابو علي فعلا جوه نادي المصري دلوقتي اقرب ما يكون للمؤسسيه، بس باداره رجل واحد، هو كل في الكل اللي حواليه بس مجرد ان هم بيؤدوا له الوظائف اللي هو طالبها. بس النادي فعلا جمهور بورسعيد دلوقتي ما بحدش بيندهله في بورسعيد غير بالمستر. المستر دي معناها كامل ابو علي، فكامل ابو علي جوه بورسعيد. طب ما ينفعش احنا نقول بقى كامل ابو علي، المستر كامل ابو علي، فجوه بورسعيد هو دلوقتي اسطوره. وانت فاهم الجماهير لما تبقى غضبانه او زعلانه من حاجه يتكلم يقول احنا لازم نروح نكلم المستر لانه اكيد هيسمع صوتنا. الناس هناك اتنقلت بقى مرحله ان ده رئيس نادي، لا ده احنا هنا بنتكلم عن يعني واحد احنا هنيجي نعيط لك، احنا هنيجي نفضفض معاك، انت واحد مننا بس النادي بتاعنا. فدي تجربه انا بشوف صراحه انها ناجحه جدا. محمد مصلحي مع الاتحاد، ولو انه محمد مصلحي مع الاتحاد يعني لا تجربه كامل ابو علي انضج شويه. كامل ابو علي يعني محمد مصلحي مسيطر قوي، يعني انت فاهم مداخل بدماغه في كل حاجه بايده في كل حاجه. لا كامل ابو علي ممشيها، مخلي كل واحد في تخصصه ماسك الدنيا، فلا الدنيا بالنسبه له احسن شويه. بس ده نفس اللي انت قلته. تجربه هتنجح او مش هتنجح اجتهادات فرديه. بس انا عندي قانون وعندي لعب مالي نظيف وعندي ناس بتحط جداول وميزانيات، وانا صرفت كذا ودخل لي كذا. هتيجي، ما هي لازم هتيجي يا غصب عننا مش بمزاجنا. هي كده كده جايه، بس يعني هتاخد وقتها الكبير قوي الصراحه. ماشي، لا كمل نقطتك عادي. دي بقى رقم واحد هتخلي ان في اهتمام اكتر من الفرق نفسها انها تخلي يبقى لها جمهور، توطن جمهور، لان فلوس التذاكر داخله بايراد النادي. صح. رقم 2 هتخلي بقى يبقى فيه فرص للتساوي ما بين الانديه، ما تلاقيش نادي بيصرف مليار جنيه في السنه ونادي بيصرف 30,000 جنيه مش عارف يجيبهم، لان هو كده كده برضو انت اللي داخل لك ايه واللي انت بتصرفه ايه، اللي داخل لك ايه واللي انت بتصرفه ايه. المسافه مش هتبقى بعيده قوي، غير مثلا انديه زي الاهلي والزمالك كل ما انت بتشترك في دوري ابطال بتاخد فلوس اكتر، بتروح كاس عالم انديه. انما باقي الفرق لما تلاقي نادي شركه خاصه ونادي اسوان مثلا ونادي كوكاكولا، الاثنين هتلاقيهم بيصرفوا في نفس البتاع، بل بالعكس نادي اسوان لو فضل نادي اسوان بجماهيره لا هيبدا يصرف اكتر لانه معاه فلوس اكتر. فلا هي كده كده هتيجي وان شاء الله الدنيا هتظبط فيها.